بص الحركة دي. بص اللقطة دي. حتى بص الحركة دي. بص اللقطة دي. زي ما اتفقت ما بضيعش وقت الجد جد، الكلمة مني عهد. السلام عليكم حبايبي، مع سلسلة وصفات رمضان. النهاردة هنعمل مع بعض صوص الباربيكيو. الكمية الكبيرة دي كلها من كوباية كاتشب. مش عايزة اقول لكم قد ايه طالع ممتاز، وهينفعك في وصفات كتير في رمضان وجنب الاكل كمان. حبايب قلبي، اول حاجة هنضيف كوباية من الكاتشب ونص كوباية من خل التفاح ونص كوباية مية، معلقة صغيرة خردل او مستردة، يعني هو الخردل هي المستردة. زي ما انتوا شايفين حاجة بسيطة خالص، خاص شطة تدي تيست بس، يعني تمن معلقة كده. نص معلقة صغيرة فلفل اسمر، معلقة صغيرة بصل بودر، معلقة صغيرة توم بودر. في ناس بتستخدم توم فريش والبصل فريش، لكن ده بيخلي مدة صلاحيته اقل، لكن ده مدة صلاحيته هتكون اطول ان شاء الله. معلقتين صغيرين بابريكا مدخنة، وهي دي اللي بتدي النكهة بتاعة الباربيكيو. 3 معالق سكر بني، او لو مفيش بني هيبقى ابيض. تلت كوباية عسل، يعني فوق الربع واقل من النص. العسل الاسود ده اللي هو دبس القصب للناس اللي هتسأل. ونقلب. الناس اللي بتحب الباربيكيو يكون مسكر شوية تقدر تضيف معلقتين عسل نحل. هنسيبه بعد ما نقلبه كويس جدا دوب كل التوابل على النار لحد ما هوريكم يكون شكله عامل ازاي. بعد ما يدوب السكر كويس هنحط يا نص ليمونة كبيرة يا ليمونة صغيرة على المقدار ده، وبعد كده نسيبه يغلي وهرجع لكم لما يستوي. حبايب قلبي، لما توصل للشكل اللي احنا شايفينه ده كده تبقى خلاص استوت وبقت تمام. الكمية اللي انا عملتها ديت خدت نص ساعة، وكل ما الكمية هتزيد كل ما هتاخد وقت اكبر. شوفوا اهو الصوص، شايفين؟ هسيبه يبرد واعبيه في ازاز وارجع لكم. حبايب قلبي، صوص الباربيكيو شوفوا تخين ازاي، يعني هو لما بيقعد يبرد بياخد بقى التخانة بتاعة صوص الباربيكيو. عشان كده احنا مش بنسيبه وهو واصل للغلظة دي، ما هيبقى قرص بعد كده. هكمل تصفيتها وارجع لكم. حبايبي، حسيت ان دي هتبقى كبيرة قوي، فاحنا هنملى الازازة دي لحد ما تاخد اللي تاخده، وهنكمل الباقي هنا، لان كده كده انت تقدري تشيلي كمية في الفريزر وتخلي في التلاجة على قد استخدامك. وده اللي انا هعمله، هكمل ونشوف الكمية تطلع قد ايه. حبايب قلبي، قصينا الازازة عشان ناخد اللي فيها، والكمية طلعت. الازازة دي ما تستصغروهاش، كان مكتوب عليها 250 مللي قبل ما اشيل ورقتها، فالكمية طلعت داخلة على النص كيلو. انا حطيت في كاس يتحط جنب الاكل، والبطرمان دوت هيبقى في التلاجة، ودي هشيلها في الفريزر زي ما قلت لكم لحين استخدامها ان شاء الله. فالكمية بسم الله ما شاء الله كبيرة، محطناش نشا، مفيش اي مكسبات طعم ولا اي حاجات غلط علينا، كلها حاجات ما شاء الله لا قوة الا بالله. صحية جدا، ما تخافيش على ولادك وما بياكلوا، ما تبقيش متضايقة وانتي بتطبخي. وبألف هنا وشفا، وانتظروني في كل اقتصادي وعلى قد الايد مع قناتكم، كل اقتصادي وعلى قد الايد وألذ الوصفات مع استاذة هاجر. وما تنسوش تدعولي. وعايزة اقول لكم انها من اجمل وصفات رمضان، لان هتخش في وصفات كتير وهتبقى جنب اغلب الاكل. بألف هنا وشفا، السلام عليكم.